الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. النهارده بقى ولادي عايزين ياكلوا ايه؟ سمك ماكريل، بس في ناس عايزاه مشوي وناس عايزاه في الصينية، فاحنا مش عارفين يعني ايه في النهاية هنعمله ايه. في تلك الحالتين طريقة واحدة، بس الاختلاف في التسوية. هننضفه كده يا حبايبي، ده سمك ماكريل اهو. هننضفه، شيل الحاجات دي يعني السمك ده بيبقى نضيف، مش متعب في تنظيفه ولا حاجه، انه بيبقى فيه حاجات بسيطه بس. شيل الحاجات دي، شيل الديل ده، ونشيل نفتح البطن كده، نشيل الحاجات اللي في بطنه كده سهله. انا الراس هنقطعها يعني. السكينه سهله في كل حاجه. السمك ده انا بحبه في تنظيفه قوي يعني، مش متعب ولا حاجه. طبعا ممكن على بلانش او اي حاجه وتقطع الراس كده. وهنشيل بقى الدم ده كده، سهل يشتغل برضو. وريته بس واحدة عشان ما اطولش الفيديو عليكم، واخلصه كله كده وارجع لكم. هنعمله كله بالطريقة دي. هنعمل بقى جنبيه شوية كده ايه، فضلة خرق، وما نخليش فيه اي سوائل. انتوا عارفين نظافة السمك، سواء البلطي او ده او اي سمك، ميبقاش فيه اي سواد من اللي في البطن ده. وهننقعه طبعا بالدقيق والملح بقى والليمون. بصوا مش فيه اي حاجه. هنعمل جنبيه ايه بقى؟ هنعمل شويه سلطه بابا غنون كده، وشويه سلطه طحينه، وشويه جرجير، وكده حلوه قوي فضل وعد. ومن الاكله دي مش طالبه غير كده. بصوا، ولا بقى في اي حاجه. طبعا ننضفه بقى كده واحده واحده بالطريقه دي، وبعد كده هننقعه بقى في الدقيق والملح والليمون، ونسيبه شويه قبل ما نعمل له الدقه والحاجات بتاعته. صلوا على النبي بقى، ووحدوا الله، وقولوا لا اله الا الله، وحطوا لايك، وكملوا الفيديو معايا للاخر. اخلصه وارجع لكم. بس يا حبايبي بصوا بقى، انا نضفته خالص اهو، كله ما شاء الله بقى زي الفل. وجبت قشر الليمون اللي بقول لكم ما ترموش برضو، ورحت ايه فرماه كده في الخلاط، فرمه مع حبه ميه، وحطيته عليه اهو. بدل ما تعصري ليمون، شيلي قشر الليمون اللي بتستعمليه، تنقعي بالسمك والفراخ. بس الفراخ زي ما قلت لكم نبقى نصفيه، لكن السمك لو حطيتيه زي ما هو كده بقشره كده عادي. ماشي يا حبايبي. والملح والدقيق. اوعوا تحطوا خل للسمك نهائي، لان الخل بيدوبه. هنسيبه بقى منوع كده، ونروح بقى نشوف هنعمل ايه بقية الحاجات. بس يا حبايبي بعد غسيل السمك بقى نجهز الايه الخلطة بتاعته. عبارة عن فلفل رومي وجزر وطماطم، والليمون ده بقى نقطع نعصر منه وهنقطع على السمك يعني. والفلفل ده برضو هنقطع على الخلطة دي، وجزء هنعمل بيه الدقة. والبتنجانتين الحلوين دول هنولع فرن البوتاجاز كده ونحطهم يشوا زي ما هما كده. احسن مكان تسوي فيه البتنجان ويستوي حلو هو فرن البوتاجاز. الجزر بقى نبشره كده المبشره الحلوه دي. هنبشر الجزر ونقطع الطماطم والفلفل والحاجات دي، كل الحاجات دي على بعضها كده اكننا بنعمل سلطه بالظبط. ونحط بقى حبه الدقه والملح والكمون بتاعنا، ونحشي بقى السمك. بس يا حبيبي بقى الجرجير بتاعنا انا نضفته وشلت اي حاجه وحشه مش فيه، قصدي فيه وغسلت ده كده 3 مرة. بس المية نضيفة ازاي، كل مرة اشيله كده وارمي المية
ونشطف الطبق ونحطه تاني. نحط بقى ده الفم من الاخير كده، ننقعه بشوية مية وخل عشان يطلع لنا منه بقى اي حاجة مش حلوة فيه. وبعد كده نديله شطفة تاني بقى بعد ما يتنقع شوية كده بالمية والخل، وبعدين نشيله بقى يبقى جاهز على الاكل. بص يا حبايبي بقى اللي هنعمل الدقة. توم، وانا كنت ناسية البصل، طبعا جبت بصلتين كبار برضو قطعتهم كده، قرنين فلفل كده من الحم الحلو ده صغنن مش مستاهل يتقطع، وملح بقى والتوابل اللي عندك، كمون بقى حبة ملح يعني هنحط تاني ملح، كل التوابل اللي في مطبخك بقى حط منها، مش هيقولك لا. الكمون ده قليل، انا هزود تاني شويه لان السمك بيحب الكمون زي ما انتوا عارفين كده. فلفل اسود، معلقه كزبره ناشفه كده، حوالي برضو معلقه صغيره بابريكا. مش هنحط شطه لان الشطه دي طبعا هتبقى كفايه يعني. نحط حبه كركم بس برضو معلقه صغيره السمك طبعا انا غسلته بعد ما اتنقع اهوت وحطاه في المصفى يصفي ميته كويس اهو. توم بقى باودر، بصل باودر، كل الحاجات دي هتدينا طعم حلو وتحويجه حلوه للسمك. برضو الحاجات نفس التوابل دي هحطها هنا على الخلطه دي، هفرمهم بقى في الكبه كده وارجع لكم. بصوا يا حبايبي انا عملت الدقه فرمتها بس البتنجان استوى، هنعمله بقى وهو سخن كده عشان ما يسودش. قشره هعمله انا في الشفشق الخلاط، مش هعمله كده. نقشره كده بالراحه، في قلب شفشق الخلاط كده وننزله، ما نسيبش اي حاجه. صليتوا بقى على النبي وحطيتوا لايك ولا لا؟ صلوا على النبي يا حبايب قلبي وحطوا لايك. هنقشر التانية ونحط برضو بصوا استوى ازاي بقى في فرن البوتاجاز اهو. بيبقى في قشور كده في الصغننه دي اللي بتبقى متبقيه، بتديله طعم كده اللي هو يبقى مدخن كده. سيب دي بقى عشان ما نطولش الفيديو عليكم. نعصر ليمون والزيت والطحينه بقى، ونروح فرمينه كده فرمه في الخلاط. ناخد حته بقى من الدقه اللي احنا عاملينها للسمك دي وحبه الطحينه كده
ونروح بقى على الخلاط نديهم فرمة محترمة كده ونيجي. اهو يا حبايبي انا كده فرمت سلطة البابا غنونة اهو. ده اول حاجة بقى اتعملت معانا. هنشوف بقى السمك الحلو بتاعنا ده. ندي عصرة ليمون. هنا انا مقطعة برضو ليمون اهو، بصوا مقطعة ليمون قطع كده، ولا بيمرروا ولا بيعملوا اي حاجة، بس بيخلي طعمه حلو وما بيخليش فيه اي زفار. اخيرا بقى اللي عايزين اللي في الصينية اقنعوا اللي عايزين المشوي انه كله يبقى في الصينية. احنا هنعمله بقى في الصينية. بسم الله. نحط حبة كده من الخلطة دي هنا. بعد كده نجيب السمكة بتاعتنا الحلوة الجميلة اللي غسلنا زي الفل دي. بصوا نحط حتة الدقة بقى من اللي احنا عاملينها عشان تبقى السمكة ايه مملحة كده، والثوم بقى انتوا عارفين السمك بيحب الثوم والكمون والحاجات دي. دهن جسمها برضو من بره كده على خفيف بقى. بس نحط الخلطة جواها ده يبقى زي الفل. ايه رأيكم بقى في الجمال ده؟ مستاهل لايك ولا مستاهلش؟ اهو هنحطها كده. السمكة دي عشان كبيرة انا احطها في نص الصينية اهو يا حبايب قلبي. بصوا مكتريش الدقة دي برضو عشان منه هيغلي كده مع في على النار ما يحدقش. من الدقة دي بيبقى مكترين فيها الملح شوية. حاجة كده زي العسل تعملها ببيتك بإيدك نظيفة. أنا يعني حاولت مرة أجيبه من بره مشوي، يعني أنا لو هشويه بعمله كده اهوت برضو. أنا ما بشويش في الشقة يعني، بجيبه واغسله واعمله نفس الخلطة ونفس الطريقة في البيت كده واوديه بقى للراجل بتاع السمك يشوهولي. لكن ما اقدرش ان انا اشتريه من بره جاهز كده، ما بيعجبنيش. اهو حاجتك بقى في ايدك كده، غسلها بطريقتك، عامله الخلطه بتاعتك بطريقتك، وغسله كل حاجه بايدك وضمناها. اخلص بقى كله كده بالطريقه دي وارجع لكم. بس يا حبايبي انا كده كده ايه خلصته. حط بقى حبه زيت كده حلوين على الوش وشرايح الليمون بقى الجميله دي. هندخلها بقى الفرن. ايه هغليها بس على النار شويه، يعني تاخد غلوتين 3 كده على عين البوتاجاز من فوق. وبعد كده هديها مثلا حوالي نص كوبايه ميه بس، وهدخلها الفرن لما تستوي بقى براحتها خالص ونطلعها. تاخد بقى وش كده على الشبكه، مش هنحطها من تحت، هنحطها على الشبكه تاخد. بس يا حبيبي هنحطها بقى على الشبكة كده في النص، تاخد تستوي براحتها وتاخد وش كده تتحمر وتبقى شكلها كده جميل اللون اللي احنا بنحبه، ونطلعها وارجع لكم. يلا بقى يا حبايبي نعمل الطحينة. ادي الطحينة بتاعتنا اهي انا عاملاها. نفسي اصور لكم فيديو طحينة بس للاسف بقى ما بيحصلش نصيب يعني. بصوا هنحط حتة دقة من اللي احنا عملناها للسمك دي، ونحط بقى ايه قد معلقتين كده كبار خل
حبة كمان كده، انا بحب طعم الخل فيها. شوية ملح برضو، لان ايه الدقة مش هتدينا الملح الكفاية، احنا بس حاطين الدقة عشان تدينا طعم بس. وهنقلب كل ده في بعضه. ومعانا بقى ايه كوباية مية سخنة، هي مش هتاخدها كلها بس لو هنشوف هنحتاج منها قد ايه ونحط لها. نقلبها كده تمسك تربط كده مع الخل والطحينة، ونبدأ بقى نفكها بالمية حبة حبة لحد ما نوصل للمستوى اللي احنا عايزينه. تعالوا بقى يا حبايبي كده قبل السمك ما يستوي، عملنا البتنجان وعملنا الطحينة، ونطلع بقى شوية زيتون من اللي احنا خللناه مع بعض ده. بصوا شكله عامل ازاي، بصوا الجمال والحلاوة ده. انا قلت لكم مش هفتح عليه غير على رمضان ان شاء الله، يعني اللهم بلغنا رمضان. بس دول كانوا حبة كده فايضين، ما خدهمش البطرمانات الكبيرة فحطيتهم في البطرمان ده ممكن اللي افتح عليه، يعني اصرح بده بس. بصوا شكله، بصوا الزيتونة جامدة ازاي اهي، ومقرمش والمرارة راحت منه كمان. بس الزيتون ايه هو اللي بقى فلفل، والفلفل بقى زيتون. كل الحرقان بقى في الزيتون دلوقتي. بصوا شكل الفلفل حلو ازاي، بصوا شكل الزيتون حاجة كده تفتح النفس. طلع ليمونة كده كمان. شكل المية بتاعته في البطرمان، ولا في اي بكتيريا ولا في اي حاجة، زي الفل اهو. وبس يا حبايبي، ودي اخر حاجة بقى عملناها اهو. طلعنا السمك الجميل بتاعنا اللي يستاهل بقكم ده من الفرن اهو. بصوا الجمال والحلاوة. بص حاجتك بقى الجميلة اللي تعمليها بايدك في بيتك شكلها بيطلع ازاي في النهاية. وبالهنا والشفا على قلبكم. اللي بيشوفنا بقى لأول مرة ما اشتركش في القناة يشترك في القناة وفعلوا زر الجرس وحطوا لايكات كتير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.